بسم الله والصلاة على رسول الله. السيدات والسادة الضيوف الكرام من تونس ومن الدول الشقيقة والصديقة، أهل الفن والثقافة، الجمهور الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم اليوم في هذا الموعد الثقافي المتجدد، الدورة السابعة لمهرجان قرطاج لفن العرايس، لنحتفي بحدث استثنائي 50 تأسيس هذا الفن بتونس. 50 عاما مرت ولم تكبر العرائس، بل كبر معها الخيال والجمال والتجريب والإيمان بأن فن العرائس ليس مجرد فرجة عابرة، بل لغة إنسانية شفافة قادرة على الإمتاع والمؤانسة والتغيير. 50 سنة منذ أن صار لهذا الفن في تونس مؤسسة، أما قبل ذلك فكان يتجول بين المقاهي والأسواق، يطل من وراء القماش ويختبئ في ظل الحكاية. لقد ظل هذا الفن دائما فنا ثنائي الخطاب، حيث يبدو من الوهلة الأولى أنه موجها للصغار، لكنه يربك الكبار ويضعهم أمام مرايا لا تعكس وجوههم بل حركاتهم، متأرجحا بين اللعب والفكر، بين السخرية والألم، وبين الصوت والظل. وإذا كان خيال الظل من علمنا كيف نرى ما لا يرى، فإن العرائس اليوم مدعوة بأن تسأل من جديد: أي ظل هذا الذي نعيش، ومن يحرك الخيوط؟ تأتي هذه الدورة حاملة لبرنامج ثري يحاول التوجه لفئات متنوعة وجهات داخلية وفضاءات مختلفة، يراوح بين العروض الراقية من تونس ومن الدول الشقيقة والصديقة، فضاءات مختلفة يراوح بين العروض الراقية من تونس ومن خارجها، كذلك الورشات التكوينية والماستر كلاس والندوات العلمية والمعارض التوثيقية والتجارية، يتيح الفرصة أيضا للهواة، وعديد الفعاليات ستنتظركم بمناسبة هذا الحدث، وهو برنامج يعكس إيماننا بدور الثقافة في بناء الإنسان وكسر الحواجز وتكريس حق الثقافة للجميع. لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إشعاع هذا المهرجان من فنانين وسفارات ومراكز ثقافية دولية ومؤسسات وإطارات وشركاء وداعمين ومؤمنين بهذا المهرجان، وكذلك الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين عملوا بإخلاص وتفاني خلف الكواليس وأمامها أيضا ليخرج هذا الحدث بأبهى صورة. الشكر موصول إلى عناية السيدة الوزيرة لمتابعتها المستمرة لهذا المهرجان والوقوف على تفاصيله. الشكر أيضا وشكر خاص في الحقيقة إلى سيد والي تونس على دعمه المتواصل. شكرا لكم جميعا على حضوركم الأنيق، ونتمنى لكم متابعة طيبة وتجربة ثقافية ثرية. عاشت الثقافة حية مستمرة، عاشت تونس منارة للثقافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة السيد